الحمد لله حظي حلو، شكله يعني حلو. أولا بقول لكم السالفة. أول شيء وأنا جاية طبعا دخلت القاعة متأخر، إلا طبعا الحمد لله ما وزن الأوراق، إلا لقيت كل طاولة لها هذا مكتوب هذا الكلام. قلت وش في وش، كل مرة أقول بفتح بالبيت بشوفه بالبيت مدري وشو. قلت طبعا هو أول يوم نسافر، يعني أول يوم نسافر. طيب يعني أنا لا أتفلسف. طبعا اليوم أول يوم نسافر مدينة كذا، لا عادي نسافر الرياض، بس وشو أول مرة نسافر في آخر اختبار. احنا عادة مثلا اليوم يوم الأحد واليوم اختبار، وبكرة يوم الاثنين، فبكرة نسافر أو بعده أو يوم الخميس أو كذا. بس يوم آخر اختبار كذا، أول ما أبوي قال لي قلت له مستحيل، ورجعت لكم طبعا. والله انكسر. المهم ما عليكم من التسريحات، انكم اصلا ما شفتوا شيء. المهم وطبعا الحين راح ننطلق. هذا محمد، هذا عفشنا، ورا بعد في عفش، وشنطة الظهر حقتي مرة ثقيلة. تخيلوا شفتوا تالا أخذت الكريم قالت حطيه عندك، حطيته عندي. أمي قالت خذي هذا ملابس أسامة، وش دخل ألعاب أسامة حطيها عندك. أنا يقول شو لا أنا أحطه، ترى في شيء اسمه شنطة سفر. قبل ما نطلع البيت كنت مسوي زي كذا ونسيت أطلعها عاد. أنا أمس قبل ما نسافر أمس قلت راح أظفر شعري. يوم بي شيل تعال. مرة شكلي فشل والله، خدودي حمراء وسامة خدودها حمراء أكثر. حالتنا حالة. ايش رايكم في مسلسل مطموشة؟ قل صدق حرام عليكم ما تدعونا. هذا أكثر مسلسل أو أكثر مقطع تعبنا فيه. انتظرونا. ايش صوتي؟ ما ادري ايش في صوتي. المهم انتظرونا لما أركب السيارة، لأن شوفوا. وطبعا الحين ركبنا السيارة وطلعت عبايتي لأنه مرة حر من خدودي واضح شوي. ما شفت خدود أسامة اللي أحمران. طبعا هذه النبتة هدية وحقت تالا، طبعا جتها هدية لتالا. وطبعا ما نقدر نخليها بالبيت، إذا خليناها بالبيت راح تموت أكيد، لا تشرب ولا تاكل ولا تعيش ولا تنام ولا شيء يعني. ف أخذها معها عشان تعيش وتموت عشان تشرب وتاكل كل شيء. خلاص. طبعا الحين وقفنا نعبي بنزين. تونا ببداية المغامرة، بس عشان قبل ما نطلع مدينة ممكن فجأة يعني هذا بنزين ينقص ما تدرون. فنجهز من الحين كل شيء أمورنا، بعدين نروح بقالة ونشتري حركات اللي صايمين قشطة، اللي فاطرين قشطة. الساعة 6. أيوة بغيت أقولكم مبروك الإجازة علينا وعليكم. كل عام وانتم بخير وما جاء العيد. بالتوفيق للجميع. طبعا أتمنى أنكم كلكم شفتوا تشويقة العيد. طبعا أكيد حنا يعني نزلنا كليب العيد الحين. طبعا الحين ما نزلها، بس أقصد قبل يعني نزلنا كليب العيد وحنا وهذا نزل المقطع. فايش رايكم بالكليب؟ ايش رايكم؟ يعني كلكم مبسوطين مبسوطين بالعيد وعجبكم وبس يعني. وأقول لكم اليوم مرة حر. لا أول كان. وطبعا في السفر ما ننسى دعاء السفر.
انتبهوا، بقول لكم شيء يعني. حنا كنا مارين عادي، لقينا هذه مو هنا مكانها، لا مكانها في نص الشارع كذا. الحمد لله ان ابوي انتبه لها. تقولون وش هي، وش سالفتها؟ طيب عادي لو دعسناها وش تسوي؟ لو دعستوها تنفقع الكفرات ويلا تقعدون هنا وتتورطون. فالحمد لله ابوي انتبه لها، وبعدين رجع. اول ما رجع يعني غير مكانها. غير مكانها، حطها بالصحراء هنا. واتمنى ان كل واحد ينتبه للطريقة وبس. طبعا الحين طفت الجوال. طبعا الحين الساعة 6:43، وزي ما قلت لكم أذن المغرب، واللي صايمين فطروا واللي فاطرين صحوا. رمضان أقبل ولا لا. المهم بس أنا من الصباح، من الفجر، أول ما قمت الفجر ما أكلت ولا شيء. في المدرسة ما أكلت ولا شيء، يعني إني بصوم. فجأة كذا في الظهر كذا فطرت. نعم صحيح فطرت. الحين احنا بنلعب حيوان جوي سرطان بلاد، وطبعا بتشوفون هنا في صور فلوك. ايوه صور فلوك. لا طبعا هنا اسكتي. طبعا هنا في ليلة جوي الخير زي ما تشوفون، اللي هو باين عندكم. ولا قررنا نلعب ناخذ كلام بدون ورقة. ايش الفائدة؟ انا ما ادري، بس الحمد لله. بعد الحين وقفنا على المحطة عشان نروح المسجد ونصلي مغرب العشاء ونكمل طريقنا. وانتظرونا الين ممكن في فعاليات ونشيد. أنا شيء أكثر واحدة تعبست لي أنا شيء انتظرونا. يا رب انها شوفي السنجاب دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق الباب، من بالباب أنا جئت ومعي هدايا. وطبعا ما وصلنا الرياض، لكن يعني قربنا من سليل صح؟ سليل. نمنا قمنا لعبنا أكلنا شربنا. فنريح عندها يوم بعدين نكمل طريقة، لأنه مستحيل نكمل 13 ساعة و11 ساعة كاملة متكاملة في يوم واحد. فأنت خليكم معي. 15 16. طبعا احنا الحمد لله وصلنا سليل ووصلنا الفندق. الحين نشيل الأغراض. طبعا ما رأيه الله يعني تعب وأنا ما سويت شيء، بس تعب يعني زحمة ويعني شوف طبعا زي ما انتم شايفين هذا محمد. طبعا زي ما انتم شايفين وصلنا الفندق، ورجلي اول ما قمت من السيارة نايمة، اني انا اذا كثرت من الجلسة زي الاختبارات باقينا ما وصلنا الرياض. الله يعين. طبعا محمد يقول شوفي الإطلالة وشوفي ردة فعلك فيها. طبعا انا ما شفتها. ويلا بسم الله. يما شوفوا أحجار. وش ذا؟ أحجار. طبعا يا جماعة الخير تعشينا، يعني أنا قاعدة أشوف شاشة ما أدري إيش أشوف الكاميرا. المهم تعشينا الحمد لله، ونراكم في اليوم الجاي بإذن الله. ويعني نعرف عبر الصراحة، ونبغى نوصل 500,000 بسرعة وقت، وخليكم معنا.
مو 0 0 0 2 0 0 2 0 0. السلام عليكم. أنتم بالله عطني 4 شاي حليب و2 شكشوكة. مخلص؟ جل شكرا. لا شكرا. ايش قال؟ قال الغدا مخلص. طبعا جزاك الخير. قبل شوي خليني أعدل الفوكس. أيوة طبعا جزاك الخير. لعبت مع هلو شو اسمه لا رحمه الله حيوان جودي سرطان بلاد. وهلو حطيت على الدرجات هذه 5 من 5 و10 من 10. طبعا الحين شكلي يضحك. أيوة أنا فكها. أنا هون. طبعا الحين نطلع من بغيت نقول نطلع من الشاليه. إيش نطلع من الشاليه؟ نطلع من الفندق وتونا نخلص الصلاة مع المغرب والعشاء. قصد العصر والظهر والعصر. الحين راح أرتب شنطتين. اوكي جماعة الخير. اتكلم عن قناتي شوية. قاعد اصور فلوج وكذا انكم شايفين لقطات من لقطات اللي مصور ومتصور وكذا. المقطع ما ادري اذا ممكن ينزل بعد اسبوعين، ما ادري، لان بنروح الرياض بنريح نقعد اسبوع بعدين نحرك ينبع. اول ما نوصل ينبع ان شاء الله بس بالسلامة راح انهي المقطع. ما ادري متى راح امنتج اصلا لاني باقي ترى ما منتج شيء. قاعد اصور واحفظ ما نزلت ولا منتجت شيء. ما ادري ممكن منتج في الرياض او اني منتج في ذي قاعد تشرب وتاكل. المهم يلا شو يعني ان شاء الله ينزل مقطع ويوصل. سأحفظ العهود في اثنين راح يصيدون. الاول صاد والثاني ضاد. والله حلوة. لازم تحطون لايك. هذه لايكات تستاهل. وطبعا يا جماعة الخير الحمد لله وصلنا الرياض بالسلامة. طبعا احنا الحين في جنوب الرياض. طبعا صحيح في جنوب ولا في غربي؟ جنوب الرياض عند الحائر. والحمد لله يعني وصلنا بالسلامة. وهذه بداية السفرة يعني. بس باقيين نعيد وكذا. واو أنا ليش قاعدة أقول واو كثير. فشكرا على المتابعة. حطوا لايك. إيش هذا؟ رجعت لكم. طبعا الحمد لله وصلنا الرياض الحمد لله. وكانت يعني سفرة حلوة حلوة الحمد لله. والحين حنا بالشقة. حنا بنقعد أسبوع بالرياض يعني نعيد هنا. وبعدين طبعا هذه زرعة تالا الله يرحمها. وتالا تقول إن فيها أمل إنها هي حية. كيف كذا الله أعلم. طبعا هذه نبتة تالا
وش صار عليها؟ أول شيء أول ما كنا بسليل رحنا الفندق، قعدنا فيه نص يوم بعد، فمن الحر ومن الشمس وكذا نسيناها بالسيارة وماتت الله يرحمها. وتالي قصتها لعل انها يعني لعل انها تحيا مرة ثانية، ما ندري. وبس اليوم المقطع هو راح اوريكم يعني فلوق العيد وكذا. طبعا الحين بصوركم ليلة العيد وكذا. الحين المفروض ننام وبكرة عيد. كيف بكرة عيد الله اعلم. كل عام وانتم بخير وكل شيء. انا الى الحين مو مستوعبة ان بكرة عيد، ما ادري كيف. المهم يعني احس هذا العيد متلخبط. ليه متلخبط؟ عيد مع سفرة مع حوسة. احس يعني حنا تونا جايين من الرياض وبعد بكرة ان شاء الله. طبعا الحين 1:10 دقايق والمفروض يعني نمنا بدري. طبعا يا جماعة الخير أسامة خلفية التصوير إنه يبكي وكذا. المهم يا جماعة الخير اليوم إن شاء الله بيكون العيد، وهذه شخصية أبوي شخص الله يعطيه العافية، أبوي اللي أعطاني، أبوي شخصها لي الله يعطيه العافية. المهم خليكم معنا في الطريق وإن شاء الله المقطع يعجبكم. ما أدري إذا هو بيكون فلوق أو مدموج مع الفلوق السفرة. أنا سويت طبعا قناتي سويت إني أدمجها، لأن أحس لخبط يكون ذا فلوق ومونتاج يعني في نفس التطبيق، والتطبيق ما يمنتج الا مره واحده. لو تبغى تمنتج مقطع يعني والله اقسم بالله حوسه يا جماعه، راح تجرب لي سوي تبغى هذا مقطع واحد وخلاص. اول مره يستوعب في العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا الحمد لله صلينا صلاة العيد وكل شيء، والحين رايحين عند جدي. فانتظروا. وانا من الان قاعدة ادور فعاليات اصورها لكم وزي كذا. قلت خليني اوريكم يعني العيديات حقتهم. فهي طبعا اول شيء الشنطة نفس الشنطة اللي نفس الشنطة اللي بعيد الفطر. أول شيء في هذا الكيس. طبعا خلاص بنودع شقتنا لأن إن شاء الله اليوم نسافر ينبع. وزي شفتوا كل شيء قاعد نشحن جوالاتنا من بدري، لأن الكهرباء عندهم مرة بطيء. الحين الشحن واحد لأنه هو كان طافي، شحن واحد أرجع الشحن 2 مرة بطيء. فقلت بشحن من بدري الظهر. سكر اوكي. اليوم ان شاء الله نسافر. ان شاء الله تكون في فعاليات وصوص بالسلامة ان شاء الله. وكل واحد ايوه كل واحد يحط له بس تكمل ثقافتنا مع جبنا اكواب. تقول طيب يا محمد انت بتسافر اليوم ليش بتجيب اكواب كبيرة؟ عادي يعني نجيب اكواب كبيرة عشان السفر، عشان بعد ما نوصل ممكن ما عندهم اكواب. فهذه اكواب. برضو جبنا هاي سفرة صح؟ ايوه جبنا سفرة. نفس الشيء. ليش تجيبها اليوم تسافر؟ عشان برضو ممكن لو سافرنا ينبع ما عندهم سفرة، احنا بنستفيد من السفرة عشان نوفر فلوس، واذا وفرنا فلوس نقدر نوصل اليوم. طبعا الحين هذا اليوم الثاني، واليوم راح نسافر ينبع ان شاء الله. ويعني خلاص بنودع شقتنا. نشوفوا خليناها زي ما هي، كنا ما حد جاها اصلا، كنا ما سكننا. فالحين راح يعني شلنا اغراض وكل شيء. الحين راح نمشي. باي. سلامة. مع السلامة.
طبعا الساعة الحين 4 العصر واحد يعني ينزل أنثى السنجاب دق دق الباب ريش يكسو جسم عيونه فيها بحلة طير يجري وراها ويلها ولد عيونه يا ماما لازم تفهم ارحم بيرحم الله يا ماما لازم تفهم. الساعة الحين 8:25. هذه العصيرات طبعا هناك الباقي. طبعا الحين قربنا من المدينة المنورة وباقي يعني كم باقي نوصل ينبع 2 ساعة وكم يا حمام الشوق ودي وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. طبعا الحمد لله وصلنا المدينة المنورة و نكمل ما أدري ممكن فجأة يعني الفجر وسام أخذ الكاميرا المهم وطبعا الحمد لله وصلنا ينبع بالسلامة والحين حنا منطلقين إلى بيت جدتي والحين حنا حنا وصلنا الساعة 3 الفجر يعني وانتظرونا. طبعا حنا وصلنا الساعة 3 الفجر والحين ما ادري شو صار انتظرون ورجعنا لكم الحمد لله. ما ادري انتم بتجون ولا لا ان الحمد لله وصلنا ينبع بالسلامة. حنا وصلنا الساعة 3 الفجر وما ادري انتم بتجون حنا وصلنا ولا لا، بس اللي يتابع سنابي وسناب ماما وتالا محمد كلنا نزلنا. طبعا رطوبة يا ناس رطوبة